بعد ساعات من افتتاحه وبحفل حضرته بعض الشخصيات، أغلق أحد المطاعم في كربلاء تحت عنوان مخالفة تعليمات القدسية. إدارة المحافظة اعتبرت أن ذلك الحفل ينتهك خصوصية المدينة الدينية وفقا لمعايير تحدثت عنها. بممارسات لا تليق بالمحافظة بصلة، باعتبارها كما قلنا هي حرم الإله. لذلك ربما يكون المعيار هو عقلي أكثر مما يكون هو معيار إن صح التعبير تشريعي. يعني أولا هذا الصخب من موسيقى، وكذلك وجود شخصيات هي وجودها أصلا تعتبر شبهة فساد، فهذا يعتبر حقيقة عملية وجودها مفسدة للمجتمع، وبالتالي عملية الغلق أصبحت واجبة. قدسية كربلاء ثابتة ولا يمكن المساس بها، وهي ليست محددة بزمن معين، لكن النقيض هنا هو ما أقيم من احتفالات بأوقات سابقة لم يتم الاعتراض عليها من قبل الشخصيات التي ذاتها اليوم تحاسب المخالف، إذ يرى مواطنون أن هناك قدسية أخرى مهمة تغاضى عنها المسؤول. مدينة كربلاء مقدسة، والكل يعرف أنه الأضرحة المقدسة خطوط حمراء لا يمكن المساس بها. هنالك نقطة جدا مهمة أن نلاحظ أنهم المسؤولين وبعض الجهات الحكومية أجرت احتفالات، ولكن عندما ذهبت إلى الحريات الشخصية قاموا بمنعها بصورة أو أخرى. يحاولون تنميق وتلميع أنفسهم ويتغاضون وينسون أن هنالك سرقات المال العام وقتل النفس البشرية هي من المقدسات التي تغاضوا عنها. وبذات التعليمات منع الاحتفال قبيل أيام في كربلاء بمناسبة رأس السنة الميلادية، ولم يتضح السند القانوني للمنع أمام الرأي العام. المختصون أشكلوا على إجراءات الحكومة المحلية ووصفوها بالانتقائية. يعني هاي انتقائية، يعني في مجال القدسية تكون تابعة إلى مزاج الأفراد وليس تابعة إلى محددات دستورية ومحددات قانونية، وهي مزاجية للفرد. وما حدث في رأس السنة هو كان تعبير عن رأي شخصي، يعني هي ليس رأي قانوني وليس لأن القدسية لا محددة زمانيا ولا محددة مكانيا. على سبيل المثال من أغلقوا المطعم وفقها مادة وفق يعني هذا لازم كل الاشياء كل الاخطاء يعني موجوده في قانون العقوبات، ونعبروا عن بعض التصرفات فهذه يعني يمكن تنبيههم. وتبقى معايير انتهاك خصوصية كربلاء الدينية موضعا للجدل والآراء المختلفة، وينبغي تكييفها دستوريا وقانونيا لمنع استغلالها سياسيا أو في جوانب أخرى ترتبط بالنفوذ وكسب عواطف المجتمع لمصالح خاصة. من كربلاء طارق الطرفي، قناة الأولى الفضائية.